تعرف محمد نيمر البالغ من العمر 27 عاما على جاكلين دوس سانتوس أوليفيرا القاطنة بمدينة سوروكابا في البرازيل العام 2010 عن طريق الإنترنت. وفي عام 2012 زار محمد صديقته وقرر الاستقرار بمدينتها، ولم يكن يعلم بأنه بعد عامين سيكون منتخبه الوطني في مونديال بلاد السامبا. لم أصدق حينما سمعت عن اختيار مدينة سوروكابا لإيواء المنتخب الوطني الجزائري، وتأثرت جدا بهذا، وقد اعتبرني بعض أصدقائي محظوظا جدا. زوجة محمد صارت مناصرة للفريق الوطني الجزائري، والشارات والأعلام الوطنية صارت معلقة في كل مكان بالبيت. محمد وزوجته جاكلين يعيشان الآن حياة سعيدة، لم يحكر صفوها الاختلاف عن أي فريق سيشجعان، لأنهما توصل إلى حل مرض لكل الأطراف، حيث سيكونان قلبا وقالبا مع الفريق الوطني الجزائري في الدور الأول وخلال كل مشواره في المونديال إذا تأهل طبعا، وفي حالة العكس سيشجعان سويا الفريق المحتضن للكأس وهو البرازيل.